في ايام الاخوان. حضرتك كلام الناس لا. والمنشور في كل الصحف. فين المنشور في الصحف؟ انت بتقولي كلام جايباه وكاتباه ومش عارف مين قال. طب هاتي لي اسماء. كاتباه. قول مين الاقتصاد يعني اللي ايه يا فندم حضرتك تتهمني؟ لا الاعداد لو سمحتوا، لو انتوا راضيين عن كده، راضيين عن اللي بيحصل. انا ده رايي. الاتهامات من الضيوف انا ده رايي. انا ده رايي. هي موجهه. انا ده رايي. لا انا ده رايي. راضيين. انا شايف سيستم وفي حاجات. السكريبت اللي قاله الراجل على قالوه. كل حال بشكرك. السكريبت موجود، ارجعي له وشوفي الكلام. انت جايباه. اتفضل. انا لا بكتب حاجه. لا ده كلام موجه. الرئيس يعلم الكلام ده. وانا بقول ما اتكلمش. انا ما اتكلمش على الرئيس. الرئيس يقدر 100,000 واحد يدافع عنه، ولكن انا ما بدورش على كلام موجه. ده كلام موجه في قلب التلفزيون المصري. طب شكرا يا استاذ اسامه، اشكرك. الخبر التالي أعزائي المشاهدين، وجه الرئيس السيسي بزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق لضمان الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذي تناول أيضا ملف الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدود الدخل، وكذا تنفيذ خطط التنمية في محافظات الصعيد، فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العالمين الجديدة الذي يهدف لإنشاء مجتمع عمراني جديد على الساحل الشمالي. كما شهد الاجتماع استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مساهمتها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك خطوات الحكومة للتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أشار إسماعيل إلى القرارات والتوصيات التي اعتمدتها الحكومة لفض المنازعات الاستثمارية لتصل إجمالي المنازعات التي تم الفصل فيها خلال الأشهر الستة الماضية إلى 168 منازعة استثمارية. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية وإصلاح 1,500,000 فدان، مؤكدا أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصري الجديد لتتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال. مشروعات شركة تنمية الريف المصري كانت أيضا محور مناقشات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمجموعة وزارية ضمت وزراء التخطيط والمالية والري والزراعة، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات شركة تنمية الريف المصري، مؤكدا دعم الحكومة للشركة في تنفيذ جميع أنشطتها بوصفها نموذجا جديدا للتنمية. وخلال الاجتماع قدم رئيس شركة تنمية الريف المصري عرضا حول أنشطتها، مشيرا إلى دور الشركة في العمل كمطور رئيسي لمشروع تنمية واستصلاح 1,500,000 فدان بهدف توسيع الحيز العمراني المصري برأس مال 8 مليارات جنيه. كما استعرض رئيس الشركة خطط العمل المقبلة والحلول المقترحة لمواجهة أي تحديات تواجه تنفيذ تلك الخطط، فضلا عن الدراسات المتعلقة بالأراضي والآبار الخاصة بتنفيذ مشروع 1,500,000 فدان. الخبر الأخير، عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعا لبحث مقترحات إدارة الخدمات الأثرية، وهو الاجتماع الذي يأتي في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق الأثرية للنهوض بهذا القطاع الهام بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي. وخلال الاجتماع تم التوجيه بإعداد دراسة لأفضل السبل لتعظيم الاستفادة من إدارة الخدمات بالمناطق الأثرية، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 3 أسابيع. وخلال الاجتماع عرض الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار تقريرا تناول الأهداف الرئيسية لمشروع إنشاء الشركة القابضة للآثار، وأبرزها تحويل المناطق الأثرية في مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية. كما تهدف الشركة القابضة للآثار إلى توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية للمواقع الأثرية. دي كانت أخبار من تحرير قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون. هل لحضرتك أي تعقيب على أي من الأخبار؟ لا، أنا بقول إن اللقاء النهارده اللي كان مع رئيس الوزراء النهارده وتعاون اتكلم فيه عن استصلاح 1,500,000 فدان اللي بيتم دلوقتي في حفر الآبار. اتكلم فيه عن موضوع مشروعات وزارة الإسكان.
اتكلم فيه عن مشروعات الطرق، وطلب ان الحاجات دي تتم في المواعيد المحدده في اللي حددها رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء والمجموعه بخصوص المساكن الاسكان الاجتماعي، مدينه العالمين الجديده، العاصمه الاداره الجديده. ده كل ده كان النهارده لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء النهارده بخصوص هذه الموضوعات، وهو قصده انه هيطلع رئيس الوزراء او يقول ايه اللي تم خلال جولته الاخيره في اليابان وكازاخستان وكوريا، وايه المشروعات، ايه الفلوس اللي جايه. وزي ما قالت النهارده الدكتوره سحر، الوزيره الدكتوره سحر، قالت انه في حوالي بنك كوري جاي وفي ناس مستثمرين جاي بحوالي 3 مليار تقريبا دولار هيتم تمويل مشروعات في مصر. كل ده بيتناقش نتائج الجوله الاخيره الرئيس. فكل ده هدفه انه نلاقي مشروعات، نلاقي تحسن في الفتره اللي جايه، نلاقي جذب استثمارات اجنبيه رغم الظروف اللي احنا بنمر بيها. ولكن انا عايز اقول زي ما النهارده لابد انه في توسع في المشروعات، توسع وتحديد مدد معينه. والنهارده نحاول نشوف ايه اللي بيحصل النهارده. يا ريت انه مجلس النواب ينتهي من اللائحه الموجود فيها دلوقتي ويخلصها علشان يبدا يناقش عدد من القوانين اللي محتاجها الشعب المصري.